في الفترة الأخيرة لاحظت إن في ناس كتير عندهم إحساس بإن هم مخنوقين، وإن في طاقة سلبية حواليهم وهم مش فاهمين، ودايما يقولوا إحنا حاسين إن إحنا محسودين. طب ما هو أقول لكم حاجة يا جماعة، السبب بسيط. السبب في ده، في ده السمارت فون والسوشيال ميديا، لاني شايف ان في ناس بتطلع ادق التفاصيل في حياتها على العموم. ما هو انت اللي عامل معاك فريند على الفيسبوك ده وهو مش شرط يكون صاحبك او حبيبك، احيانا بيبقى صاحب صاحبك او زميلك في الشغل، وعدد الناس اكتر، فبالتالي بتبقى انت عرضة فعلا ان انت تتضرب عين زي ما بيقولوا بالبلدي، يعني تتحسد. لان احنا زمان ما كناش كده. زمان كانت البيوت مقفولة على حياتنا، ما بيدخلش حياتنا ولا بيوتنا غير القريب، الناس اللي احنا عارفينهم وعارفين ان هم بيحبونا واحنا كمان بنحبهم. ولما كنا نتكلم معاهم ما كناش بنتكلم في ادق التفاصيل. لا دلوقتي تلاقي واحد ممكن يكون مثلا بيزور مول فيه لوكيشن ملوش حل وجميل، ياخد صورة ويقعد يقول لك انا متعود اجي اشرب القهوة بتاعتي هنا. بتوصل لمين؟ يكون قاعد هو في اللحظة دي حزين، او قاعد في اللحظة دي عمال يبكي حاله ويقول يا لو معايا قرشين انزل واتفسح، يبص يلاقي سيادتك مطلع له الصورة اللي في اللوكيشن الجميل، بتقول له انا مطلع لك لساني وبقول لك انا بتفسح وانت قاعد عندك حزين. في الحالة دي انت ما تضمنش العين تجيلك منين. تلاقي واحد مثلا ابنه في الاعدادية او في ثانوية في اي مرحلة ويحط الصورة بتاعته ويقول ابني كبر وخلص المرحلة الفلانية ونجح وجاب كذا في المية. مش لازم تقول كذا في المية، ما هو مش كل اللي موجودين حواليك يتمنوا لك الخير، ولا تضمن كل اللي حواليك بيعانوا مثلا مع اولادهم يكون ليه ابن ما بيذاكرش او مش مهتم بالمواضيع. تلاقي سيادتك بتقول له لا انا بطلع لساني، انا عندي ولد مجتهد وجاب كذا في المية. او واحد خد ولاده وسافروا يومين، الصور دي صور عائلية، بتطلعها ليه؟ ما ممكن يبقى اللي قاعد يقول لك شوف ابن الذين قاعد عايش ازاي، ده مراته بتضحك ومبتسمة في وشه وقاعدين وبيخرجوا. هنا انت بتعرض نفسك لمسامير تطلع من العينين. صدقوني الحسد يا جماعة عامل زي المسامير، مدبب وبيشك وعارف الهدف بتاعه فين. ما كتير نلاقي واحدة تقول لك انا حاسة ان انا منكدة على الولاد وعلى ابوهم ومش عارفة السبب ايه. او تلاقي واحد عمال يقول انا مراتي مش عارف مش طايقها وعمال اتخانق معاها، بس الغريب يا اخي يوم ما اقعد مع نفسي شويتين الاقي المواضيع مش مستاهله الخناقه اللي احنا عملناها. احذروا يا جماعه. زمان الابواب كانت بتقفل علينا الحياه، مش اي حد بيخترقها. دلوقتي احنا شلنا الابواب وعرينا حياتنا للجميع. ما تبقاش جايب عربيه ماركتها عاليه شويتين وكل صورك جنب الدركسيون وتبين العلامه التجاريه وتخلي الناس يركزوا معاك شويه. ساعتها هتعدي من واحد اصيل، اتنين اصيل، تلاته اصيل، ما تضمنش تيجي مع واحد نفسه من جوه سيئه شويه ويتمنى الخير اللي معاك وتصاب وترجع تقول انا ايه اللي بيجرالي. هو الحسد محوطنا كده ليه؟ خلوا خصوصياتكم ليكم. لو فعلا البوست او الصورة اللي انت عايز تطلعها ليها لازمة، راعي ان في ناس كتير هيشوفوها وهيحسوا جواهم بأزمة. ربنا يصلح حالي وحالكم ويبعد عننا شر العين والحسد والحسادين، ونبقى عاقلين وعلى حياتنا مقفلين. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.